السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية فضيلة لجميع رواد ورائدات قناة عقار وديكور. أتمنى أن يكون الكل في صحة جيدة، وأتمنى أن تكون أحوالكم على أحسن حال وأحوال. إخوة الأخوات، الموضوع اللي نهضروا فيه اليوم كما تشوف العنوان هو موضوع الخاص بمصاريف بيع وشراء عقار. يعني أنت يا أخي الكريم لك ناوي أنك تشري شي منزل، تشري شقة ولا تشري أرض ولا أي عقار كما كان النوع ديالو، سواء محفظ ولا غير محفظ، ولا كنتي أنت يا أخي عندك عقار وناوي أنك غادي تبيعه. اليوم إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو هذا غتعرف الشاري أشنو عليه واللي بغا يبيع أشنو عليه. يعني غنعرفوا جميع المعلومات حول بيع وشراء العقارات بالمغرب. غنبداو على بركة الله. انت يا اخي لك كنتي ناوي انك تشري واحد العقار اللي هو سواء محفظ ولا غير محفظ، المهم يكون عنده اصل ديال التملك. كيفاش؟ الا كان محفظ تكون عنده شهاده الملكيه، الا كان غير محفظ يكون عنده اللفيف، يعني يكون عنده واحد الورقه اللي تثبت اصل ديال التملك ديالو، لفيف العدلي، باش تعرف، باش ماشي يجي شي واحد يبيع لك بشي عقد اللي هو عقد عرفي. نهار تبغي تمشي تحفظ غيقول لك المحافظ جيب لي اصل التملك، وتبقى طالع وهابط الورثه وتقلب على الشياء. اذا خاص ضروري اصل ديال التملك، سواء عقار محفظ ولا عقار غير محفظ. ثانيا، لإبرام عقار محفظ ولا غير محفظ فضروري من العقد، لأن العقد شريعة المتعاقدين. هذاك العقد اللي غادي تبرم غيكون يا إما عند الموثق، يعني العقد اللي غادي تصاوب اسمها غتبرم يقولوا حاجة واحدة أخرى. العقد اللي غادي تصاوب يا إما يكون عند الموثق، يا إما يكون عند محامي مقبول لدى محكمة النقد، يا إما عند العدول. أنا اليوم غنهضر لكم على جوج اللي هما الموثق والعدول، الأثمنة ديالهم والأمور ديالهم كامل. المحامين اسمحوا لي لانني ما عمري صوبت شي عقد معاهم، وبالتالي ما عرفت الاثمنه اللي تاع المحامين. غنعطيكم فقط الاثمنه ديال العدول والموثقين والوثائق اللازمه، وكذلك امتى يكون الاعفاء من الضريبه. انت يا اخي اللي باغي تبيع فكن متيقن على انك قبل ما تبرم العقد ديال البيع ضروري حسب مدونة الضرائب الجديدة اللي فرضت على الموثقين ولا اي واحد من صفات التوثيق، وكذلك على العدول فرضت عليهم انهم قبل ما يصاوبوا العقود خاص ضروري ان هذاك اللي غادي يبيع يجيب ما يسمى بالابراء الضريبي. يعني ان مدير الضرائب ما تسلك والو، سواء على هذاك العقار اللي غتبيع ولا العقارات اخرى. يعني خاصك تكون انت كانسان سميتك كنيتك كذا وسميتك كذا، صافي ما عندكش نهائيا شي ضريبه تستهلك الدوله، تجيب ابراء ضريبي. عاده ندوزو المرحله ديال الكتابه ديال العقد. متفقين؟ وانت يا اخي اللي غادي تشري كذلك انت ما عندك لا ابراء ضريبي لا والو، فقط كاين جوج حالات: يا اما غتفاهم انت وداك السيد تخلص حتى النص، ولا اللي غيبيع لك يخلص النص، ولا انت اللي غتخلص الموثق ولا العدول، وغتخلص التسجيل بطبيعه الحال والتحفيظ. التسجيل والتحفيظ راح هضرنا عليهم في فيديوهات سابقين، شحال كيفاش نحسبوهم كيفاش، يعني بلا ما داعي انا ندخلوا في هذه النطاقات ديال التسجيل والتحفيظ كيفاش. رجع الفيديوهات السابقه اللي كاين في القناه غتعرف الثمن ديال التسجيل والثمن ديال التحفيظ. من بعد تنمشوا ابرام العقد. صافي زدنا ابراء الضريبي دا العقد. هذيك الساعات كنتي غادي تاخذ كريدي من البنكه، فغادي دار وعد البيع هو الاولاني. على ما تاخذ عليه كريدي كنتي غتحط فلوس طنان، فممكن انكم ديروا العقد مباشره، وممكن انكم ديروا وعد بالبيع. الا كنتي مثلا الفلوس عندك غادي تجمعهم من عند تجمعهم، يعني فلوسك حاطهم في التجاره وغادي تجمعهم، تعطي واحد المده، تيعطيك اللي غيبيع لك واحد المده على ما تجمع الفلوس. وكذلك حتى انت تعطي المده لهذاك السيد، ربما يكون عنده شي ضرائب خاصو يخلصهم يعني اللي غيبيع لك، فبالتالي حتى انت تعطيه المده باش انه باش يخلص الضرائب اللي عليه. تتسبق ليه داك التسبيق، غالبا التسبيق اللي غتعطيه هو اللي غادي يمشي يخلص به الضريبه، باش هو ما يضيعش، ماشي تا يمشي يخلص الضريبه في الاخر تجي تقول لي باع لا ما بقاش يشري عندك العقار. الا كان شي العقار فيه شي عيب من العيوب اللي على قبلها ممكن فسخ هذاك الوعد بالبيع، ولا ممكن فسخ هذاك العقد ديال البيع كامل. متفقين؟ لهذا غادي نبداو اليوم. كما قلت لكم الضرائب راه حنا عرفنا الضرائب، يعني الضريبه ديال انت اللي غتبيع راه تابعك المراجعه. الضريبه على الارباح العقاريه اللي قلنا فيما سبق كاينه 3% زائد 2% تاع الكارونتي. متفقين؟ 3% من القيمه ديال البيع اللي غتبيع. ما تندويش على النوار ما تيدارش في العقد نهائيا. يعني اللي غادي تشري عطيتيه النوار راه ما تيتحطش في العقد. اذا النوار ما تدويش لي معاه عليه، دوي معايا على داك الشيء اللي في العقد. فانت اللي غتبيع هذاك الشيء اللي في العقد فانك تخلص عليه 5% تقريبا. تتعطى للنوطير، تتبقى عنده او العدول يخلص لك المرجع ضريبه الارباح العقاريه. مورا ما تيدوز هذاك العام، هذيك الساعه تتشوف يا اما تدير طلب باسترجاع هذيك، فاش يجيك مرجع الضريبي، يا اما طلب باسترجاع هذيك 2%،
ولا تتكون 5% كامله هي المراجعه الضريبيه على الارباح العقاريه. هذا اللي باغي يبيع. اما اللي باغي يشري راه كما قلنا التسجيل والتحفيظ والمصاريف ديال النوطير وكذلك المصاريف ديال العدول. دابا السؤال اللي يطرح بزاف هو شحال خاصني نعطي العدول في القانون ولا شحال خاصني نعطي النوطير في القانون. اخي الكريم، كما قلنا فيما سبق ان الموثق والعدول هذاك الشيء بيناتكم. يعني انت كشاري غادي دير تارونجا انت وهذاك العدول، شوف شحال اللي تقدر عليه انت. غايقول لك مثلا هو القد والقد، تشوف العدول الاول العدول الثاني العدول الثالث، وديك الساعات الثمن اللي بان لك حتى مناسب لك راه غادي العدول اللي بان لك مناسب راه غادي دير معاه. غير هو في القانون يعني بالنسبه للموثقين داري لهم الا كان العقار اللي غادي يبيع، يعني العقار اللي غادي يكتب الا كان قل من 30 مليون، فالموثق خاصو ياخذ 4000 درهم. يعني ابتداء من 4000 درهم وانت طالع. كاين الموثق اللي تياخذ 3000، كاين اللي 2500، مو على حسب. وخاص نورمال الموثق ياخذ 4000 درهم. الا كان 30 مليون حتى ل 100 مليون فالموثق خاصو ياخذ 1.5% من قيمه العقد. الا كان 100 مليون حتى ل 500 مليون فان الموثق خاصو ياخذ 1.25% من قيمه العقد. الا كان من 500 مليون حتى المليار فان الموثق خاصو ياخذ 0.75% من قيمه العقد. الا كان اكثر من مليار فان الموثق خاصو ياخذ 0.50 من قيمه العقد. 0.05% من قيمه العقد. متفقين؟ 0.50% من قيمه العقد، عفوا. بالنسبه للعدول، الا كان العقار قل من 25 مليون فان العدول تياخذ 3%. يعني 3% ربما تجي هذيك اقل حاجه ممكن تعطي العدول هي 300 درهم. اقل حاجه ممكن ان ياخذ العدول هي 300 درهم. ما العدول تياخذ فوق 1000 درهم. الا كان العقار من 25 مليون ودرهم حتى ل 50 مليون فانه تياخذ 1.5%. اقل حاجه ممكن تعطيه في هذه الحاله هي 400 درهم. الا كان العقار فوق 50 مليون فان العدول تياخذ 0.5%. اقل حاجه ممكن تعطيها في هذه الحاله هذه هي 500 درهم. فبالتالي هاد الاتعاب اللي قلت لكم انا ما تعتمدوش عليهم. ربما يكون قل، ربما يكون اكثر، على حسب المدينه اللي كاين فيها، على حسب نوع البروجي اشنا هو، على حسب اشنو غيكتب لك هاد العدول. ولا داك الموثق ما تعتمدوش على هذه الاثمنه على اساس انها اثمنه اساسيه. فقط اعطيكم انا القانون اشنو فيه، ولكن الواقع راه حاجه واحده اخرى. متفقين؟ بالنسبه اللي غادي يبيع، واش كاين عنده اعفاء من الضريبه؟ نعم، عنده اعفاء من الضريبه في هذه الحالات هذو. اول حاجه، الا كان هذا السيد اللي غادي يبيع هذا العقار هو ساكن في واحد السكن اللي هو رئيسي لمده 6 سنوات، فان عنده اعفاء من الضريبه ديال المراجعه الضريبيه على الارباح العقاريه. متفقين؟ الا كان غادي يبيع شقه في السكن الاقتصادي ودار حيد الرهن اللي عليه وحيد كلشي، يعني المشكل اللي عنده كامل، يعني سكن في 4 سنوات سكن رئيسي، والنوطير او العدول داروا في العقد على اساس ان هاد الفلوس اللي غادي ياخذهم غيشريهم سكن. فبالتالي حتى هو كذلك تتعفى من الضريبه على المداخل العقاريه. كذلك اذا كانت القيمه اللي تباعت بها هذاك العين قل من 14 مليون. يعني اذا تباعت قل من ديك العين قل من 14 مليون فان عندك الحق اعفاء. ولكن مثلا انت بعتي 3 ديور مثلا ولا 2 ديور، واحده 14 والاخرى ب 14، ما تتعفاش. الا بعتيهم بجوجهم في نفس السنه راه ما تتعفاش. تتعفى الا كنتي بعتي هذاك المجموع ديال العقارات اللي بعتي في هذيك السنه هو 14 مليون. ثالثا، العقار الفلاحي اللي تكون على الشياع، او رابعا العقار الفلاحي اللي تكون على الشياع حتى هو كذلك ويكون في المجال القروي فهو معفي. كذلك التفويتات بغير عوض كالهبه والصداقه تيتخلص المراجعه الضريبيه ما تتخلص، ولكن تيتخلص فقط التسجيل والتحفيظ ديال العقد وكذلك العدول والنوطير. تنتمنى اني نكون شرحت لكم هادشي بتفصيل ممل حول هذا الموضوع ديال مصاريف البيع والشراء ديال العقار. آه، الى هنا نهايه الفيديو ديالي، وان شاء الله باذن الله الى فيديو اخر. ما تنساوش ان الفيديو اللي غادي يكون مورا هذا هو الاعتراف بدين. السلام عليكم.